الجندي الإسرائيلي مهما يكون مخدوم ومصروف عليه فهو هش وضعيف، وكلنا شفنا ده في الفيديوهات وهم بيجروا ويهربوا من المواجهة المباشرة في قطاع غزة. بس احنا عشان نفهم ايه الموضوع لازم نعرف الأسباب كويس جدا. التحليلات للموضوع ده بتقول إن سبب المشاكل النفسية اللي حصلت عند الجنود كانت بسبب التوسع في العمليات العسكرية اللي حصلت في غزة، والمواجهات المباشرة اللي كانت بين أبطالنا وبين أفراد جيش الكيان، واللي سببت هلع وخوف كبير في قلوبهم. وده مش غريب أبدا، لأن أنت أصلا لو هتقارن بين الجندي المسلم المؤمن وبين الجندي اليهودي الصهيوني مش هتلاقي أي علاقة بينهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حق اليهود: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وعلى أرض الواقع أصلا مفيش أي وجه مقارنة ما بين واحد جاي يسرق أرضك وما بين واحد صاحب الأرض وصاحب الحق وبيدافع عنها، وبين واحد أصلا خايف يروح للجحيم ويسيب متعة الحياة اللي هو عايش فيها، وواحد تاني مش في باله غير كلام ربنا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. عشان كده عادي جدا تلاقي أبطالنا هناك ما عندهمش أي إمكانيات خالص، ممكن تلاقي الواحد فيهم لابس شبشب أو ماشي حافي أو طالع بتيشيرت كورة، ورغم كده بيجري على الدبابة والمدرعة بكل إقدام وشجاعة، ومش على لسانه غير التكبير.